عنوان حلقتنا النهارده أمي ولا مراتي؟ السؤال دوت بيفضل موجود جوه دماغنا بس ما بيطلعش طبعا بصوت عالي. هل أقف في صف أمي اللي ربتني وضحت عشاني ولا مراتي اللي أنا بحبها؟ واللي بيخش في النص بيتفرق، واللي ما بيعرفش يحل المشكلة دي بيخسر الاتنين. طب احنا ازاي بقى نتعامل مع المشكلة دي؟ تابع معانا عشان تستفاد أكتر. في البداية تعالوا نهدى كده ونفكر شوية بعقل. هل أصلا لازم يكون في صف أقف فيه؟ هل لازم يكون أصلا العلاقة بين الأم والزوجة مجال للخناق أو المشاكل؟ الإجابة لا طبعا. أما إحنا لو كل واحد عرف مكانته أو كل واحد عرف هو دوره إيه بالظبط، المشكلة هتتحل وببساطة كمان. علي النعمة انت بتتكلم صح. تعالى يا عزيزي أديك مثال. سامي شخص بيحب مراته جدا وكمان بيموت في أمه، بس في كل مناسبة أمه بتفضل تعلق على اللبس بتاع مراته وعلى طريقة تربيتها للعيال. وطبعا مراته بتفضل يعني تستحمل الإهانة وفي نفس الوقت بتطلب إن هو ياخد موقف، فهو بيفضل يا إما بيتهرب من المشكلة أو يقول لها ما تعمليش مشاكل، فمراته بتفضل مخزنة عندها أو بتفضل كاتمة جواها. فبالتالي اللي بيحصل ان سامي بيكون هو عباره عن وسيط كلام، او ان هو يوصل الكلام بين الاتنين وخلاص، وبيكون هو متدمر جواه. الغلط هنا ان احنا عملنا الموضوع بكأنها حرب، او خدنا الموقف كله كأنه حرب، وان هو لازم اكون في طرف من الاتنين او الدنيا هتبوظ اكتر. والصح اللي كان المفروض يتعمل هنا ان انا المفروض اتخذ موقف وان انا احاول احل المشكله بدون ما الموضوع يكبر اكتر. برافو عليك. طب احنا بقى ازاي نحل المشكله الكبيره دي؟ اول حاجه لازم انت تعرف دورك، يعني مثلا ان انت توصل لمراتك ان هي اهم واحده في حياتك بعد الجواز، وفي نفس الوقت تحافظ على بر الام، وان انت تحاول ان انت تكون برضو بينها ان انت مهتم بدون ما انت تظلم مراتك. وفي نفس الوقت ما تحطش الاتنين في وضع مقارنه، يعني ما ينفعش تقول لها انت ليه ما بتعمليش زي امي، انا امي سوت وعملت وانت ليه مش زيها. ما ينفعش اصلا لانها عمرها ما تكون زي والدتك ولا هي هتكون اصلا. فالاتنين ما ينفعش ان انت تقارن بين الاتنين. وفي نفس الوقت لو حصلت مشكلة دافع عن الحق ومش عن الشخص. يعني لو مراتك غلطت حاول ان انت تواجهها وان انت تحل المشكلة بس يكون في السر بدون ما انت تجرحها او ان انت تبوظ العلاقة. في نفس الوقت لو الام هي اللي غلطت حاول ان انت تحط حدود بلطف وان انت تحاول تحل المشكلة بدون ما الموضوع يكبر وان هي الدنيا تبوظ اكتر. برافو عليك. رابع حاجة، مراتك مش دخيلة عليك، بالعكس دي شريكة حياتك. يعني مش كل تفصيلة في البيت أو مشكلة في البيت تروح فيها تحكي للأهل أو مثلا تستشير. لا، خليك قائد وخد قراراتك واستشير كمان مراتك لأنها هي مش ضيفة في حياتك. وكمان حاول ان انت تحكي وتوضح كل حاجة، لان مراتك عمرها ما تكره والدتك، بس هي مش فاهمة تصرفاتك. وفي نفس الوقت والدتك عمرها ما تغير منها لان هي بس خايفة تفقدك. خليك عارف ان بالكلام كل حاجة بتتحل وكل المشاكل بتكون بسيطة. برافو عليك. رسالة بقى صغيرة للبنات والستات. صحاب مصطلح اصل ده بتاع امه، هو مش فكرة بتاع امه او مثلا بيفضل امه عليه. الفكرة ان هو شخص محترم او شخص اتربى ان هو يسمع كلام امه وان هو يكون بيخاف على زعلها، وفي نفس الوقت هو عايز يسعدك وان هو يخليك تكون مبسوط. فبتحصل ساعتها هنا المشكلة. فانت ساعتها بيكون مشكلتك او مش المفروض دورك هنا ان هو حاول ان انت ما تاخديش كل الموضوع على قلبك قوي. يعني الموضوع مش ولا هو مثلا بيكون إهانة أو إن هو بيفضل. الخلاصة إن أنت مش لازم تختار بين أهلك ومراتك، أنت المفروض هنا إن أنت تعرف دورك مع كل واحد فيهم إيه، وإن أنت تعرف إمتى تقول لأ بدون ما يكون عليك غلط، وإمتى تقول حاضر بدون ما تلغي شخصيتك. يا دين النبي، ايه الحلاوة دي؟ سؤال بقى الحلقة ليه، هل فكرت قبل كده إن مراتك كانت محتاجة إن أنت تكون واقف في ظهرها؟ أو إن مثلا والدتك محتاجة إن هي تطمن إنك لسه ابنها؟ جرب تشوف الموضوع من ناحيتين وشوف بقى هتتبنى رد فعل إن هو يكون بيبني مش يهدم. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ويا رب طبعا تكونوا استفدتم واستمتعتم بالحلقة. سلام.